أطيب بطرش حموي ممكن تذوقه على الأصول وعلى الأول، وخاصة إذا كان من بين إيدين حموية. هو أصله حموي ومشتغلته حموية، فطالع على أصول بتكاته وخبرته وأموره. شوفوه لتتعرفوا على البطل، تابعوني لتعرفوا تفاصيله وتكاته وكيف بيطلع معكم أطيب باطرش حموي على أصول. شوفوا كيف. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة والمتابعة للقناة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل وصفة بوقتها. بالبداية بنحتاج لهالوصفة السهلة والسريعة لحمة. أنا عندي هوني نص كيلو لحمة بحمسة بزيت بسمنة اللي بتحبوه، أنا دائما بفضل السمنة بأكلاتي. بعدها بحط لها ملح وفلفل، ما بدها بهارات هي الأكلة نهائي، فقط ملح وفلفل ولحمة، وما بدها لا بصل ولا توم مع اللحمة، فقط لحمة. بنحمسها كتير منيح لنتأكد انه اللحمة استوت على الآخر بهي الطريقة مثل ما نكون شايفين. بعدها بننزل عليها معلقتين رب البندورة او معجون الطماطم، شو ما بتحبوا سموه. بننزله وبنحوكن كتير منيح مع اللحمة بهي الطريقة. كتير بنقلبن منيح مع اللحمة لتتجانس اللحمة مع رب البندورة. شوفوا كيف تطلع بهذا الشكل. بعد ما بنحركها كتير منيح وبتتعقد مع بعضها كتير منيح، بننزل عليها المي. بنحط بقدار كتير منيح من المي عشان تتسبك مع بعضها. طبعا انا اللحمة بكون قايمة منها صحن صغير على جنب عشان بدنا نحطه على الوجه. بس انا دائما بالصلصة بحب احط بقلبها لحمة، مو بس على الوجه، بحب احط بقلب الصلصة كمان لحمة. شوفوا كيف صارت بهي الطريقة. ضفنا لها مي، هلا بنتركها على نار هادية لتتسبك كلياتها مع بعض وتشرب من جميع النكهات. شايفين كيف. هلا بنجيب باذنجان شاوينه. انا هذا الباذنجان رافعته بالفريزر فطالعته فكيته، وانا بحب اخفقه بالمحضرة. خفقته بالمحضرة كتير منيح، ما بحب اترمه ترم لاني انا بحب ينزل كتير ناعم بهذا الشكل. بيطلع معانا. بعدها بنحط له الصلصة وبنضيف له معلقة توم مهروس. بعدها الصلصة عبارة عن لبن وملح فقط لا غير. لبن بنحوكه بنحط له ملح، بنحطه فوق الباذنجان بنحركه بهالطريقة لبين ما تصير البندورة. بنعمل القلوبات. انا عندي حاطة هون جوز ولوز وكاجو. طبعا كل ما كترته بالقلوبات كل ما طلعت طيبة اكتر وطعمتها طيبة جدا جدا جدا. هي الأكلة بتحب القلوبات. هلا بنحضرها هيك بالصحن للباذنجان واللبن، وبنحط فوقها مرقة البندورة اللي عقدناها بهي الطريقة. نمسك بشكل كامل بتطلع معنا بهالطريقة، وبنحط فوقها اللحمة اللي نحن جهزناها. بعدها بنحط القلوبات وبنزينها بالطريقة اللي انتو بتحبوها وبتفضلوها. انا بحب زينة بالبقدونس، وبتاكل معاها بقدونس وفلفلة خضراء، وصحة ومية هنا على قلبكم. اكلة ملوكية فخامة جدا جدا طيبة ورائعة. بتمنى ان تكون عجبتكم وصفتي لليوم. وصفة سهلة وسريعة ما بتاخد وقت ابدا، وبتبيض الوجه باي مكان عملتوها، وكتير طيبة وسهلة وبيحبوها كل العالم. وطبعا ما في امتياز بعد امتياز الباطرش الحموي والاكلات الحموية. كانت معكم قناة ام عصام، بحبكم كتير، بتمنى تعجبكم وصفاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.